وقف تدور على فكرة مشروع. إذا بدك نصيحتي مثل ما سمعت، وقف تدور على فكرة مشروع. المشكلة غالبا بتكون بالسؤال الغلط، شو المشروع اللي بدي أعمله؟ لازم يكون سؤالك شو المشكلة الموجودة عند الناس اللي بقدر حلها أنا، مقابل إنه الناس تدفع لي عليها فلوس. نرجع بنعيد، شو المشكلة اللي موجودة عند الناس اللي أنا بقدر حلها لحتى الناس تدفع لي عليها فلوس. لهيك وقف تدور عن فكرة مشروع إبداعية وخيالية وما حدا جاب مثلها. ما راح تقدر توصل لهيك شيء، واذا وصلت بدك المقومات والامكانيات اللازمه لانك انت تبتدي بفكره ابداعيه. واذا سالت حالك هذا السؤال وما لقيت جواب، حاول تدور على مشاكل الناس وبيطلع معك الجواب. ولما تلاقي جواب واضح لنفسك، شو المشكله اللي انا بقدر حلها للناس، راح يكون المشروع واضح لحاله وما في داعي انك تدور على رسالتك او على المشروع المناسب لشخصيتك. اسال نفسك هذا السؤال وراح يطلع مشروعك لحاله. لان المشاكل بهي الحياه والعقبات اللي نحن بنواجهها كبشر لحتى نحلها ونتجاوزها، لازم يكون في ناس عم تعملنا اياها لحتى نقدر ندفع لهم فلوس عليها ونقدر نحل هاي المشاكل ونعيش بشكل اريح. يعني الخضرجي لنفرض على سبيل المثال بالحاره، هو بوفر عليك انك انت تروح على السوق وتجيب الخضار وتعمل كل هذا الشيء لحتى تاكل وتشرب، بجيب لك اياه هون على حارتك وانت بتاخذ من نقطه قريبه من بيتك. هو حل مشكله، هاي بابسط مثال. اي شيء، اي بزنس بتشوفه بحياتك، حتى البنك، هو عم بيحل لك مشكله وانت عم تدفع له عليها فوائد او فلوس. دور على مشاكل الناس بتلاقي الحل والبزنس. سلام.